السلام عليكم ورحمة الله. يسعدنا أن تشرفنا بهذه الدعوة الكريمة من القائمين على منظمي هذه الفاعلية أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المناسبة والتي تحت عنوان النبي نبي الوحدة والتوحيد والخلاص من الشر والطغيان. هذه المناسبة السعيدة والطيبة والتي تنعقد على أرض هذا البلد المسلم الطيب، وبهذه الصحبة المباركة من كل أقطار العالم الإسلامي، من تركيا ومن غيرها من أقطار العالم، من مصر، من السودان، من فلسطين، من الشيشان، من تركمانستان، من الإيغور، من كل أقطار الدنيا. نجد هنا من يشارك في هذه الفاعلية ليجسدوا أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة الإسلامية هي أمة متحدة يجمعها رابطة واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المكان الطيب المبارك تتطلع أعناقنا ووجوهنا صوب بيت المقدس وفلسطين والمحاصرين في غزة، ونستشعر بأن فرج الله قريب وأن نصره لهم آت بإذن الله تعالى. وكذلك إلى أهلنا في مصر نوجه لهم رسالة من هذا المكان بأن هذا المكان الذي تلاقت فيه القلوب وتلاقى فيه الأحبة من كل مكان لكي يثبتوا أن أمة الإسلام أمة واحدة، أمة عظيمة، أمة متحدة. هذه الأمة عندما تعود إليها الروح الحقيقية، روح الوحدة والاتحاد والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعندها سيكون النصر قريب وسيكون الفرج بإذن الله تعالى آت، وكل أسير وكل محتجز وكل مكروب سيكون له فرجا قريبا من عند الله سبحانه وتعالى. في الختام نجدد الشكر للقائمين على هذه الفاعلية الكبيرة والذين بذلوا جهدا كبيرا في أن يجمعوا هذه القلوب وأن يجمعوا هؤلاء الضيوف من كل مكان لكي يعبروا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتضامن القلوب والأرواح. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله دكتور سامح الجبة من مصر. بنشكر الإخوة أولا على القائمين على هذه الفاعلية وعلى عنوانها، لأن عنوانها يعني مقصود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قائد الوحدة والنجاة، فلا وحدة للأمة بغير قيادة راشدة، وأفضل نموذج للقيادة الراشدة هو قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القيادة الراشدة هي التي تسعى وترتب الجهود وترص الصفوف لتحقيق الوحدة. فلا وحدة بلا قيادة، والوحدة والقيادة الراشدة هي التي تحقق النجاة. فلا نجاة لهذه الأمة إلا بوحدتها التي دائما وأبدا القرآن الكريم يخاطب الأمة بوحدتها. ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإحنا نشد على يد الإخوة على أن هم يسيروا في هذا المسار الذي يحقق وحدة الأمة، لأن الأعداء يعملون على فرقتنا وعلى يعني التفرق، يطبقون علينا شعار فرق تسد، وهم يسودوننا ويعني يتحكمون فينا بتفرقنا. لكن إذا اتحدت الأمة وإذا اجتمعت الجهود والمشترك بين الأمة كثير، نحن ننظر إلى الأعداء نرى أنهم أخذوا منا فكرة الوحدة. يعني تنظر مثلا الاتحاد الأوروبي، ما هو الاتحاد الأوروبي؟ عملة موحدة وجيش واحد وبرلمان واحد وسوق أوروبية واحدة، هذا كله لفكرتنا نحن. وكذلك حتى أمريكا نفسها اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. ففكرة الوحدة هي جزء من ديننا ومن عقيدتنا، والله عز وجل يعني رب المسلمين على الوحدة، ونحن مقبلون على شعيرة الحج وهي تحقق الوحدة في أفضل صورها وأحسن صورها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة وأن يكلل جهودهم
وأن يعني تكون هذه الفاعلية خطوة على طريق وحدة الأمة المنشودة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.